بطال وائل عمري من ناصري. صباح الخير. صباح الفل. تحكي لي ليش لازم اليوم نصوت؟ عشان هدول اللي جايبين الكلاب والعنصرية تاعتهم، وعشان موقف الأحزاب الصهيونية العنصرية اللي بدها تقصينا وتبعدنا عن العمل السياسي وتحطنا على الهامش، مشان تشبثنا في وطننا، مشان قضيتنا الوطنية الفلسطينية، مشان قضايانا اليومية من الفقر والجوع ونقص العمل والمناطق الصناعية. مشان كل هيك لازم نطلع ونصوت للأحزاب العربية. لمين اليوم نصوت؟ أنا مصوت تجمع، أنا منظم في التجمع، عضو سكرتاريا التجمع، وبدعي كل الناس يطلعوا يصوتوا للأحزاب العربية، وبدعيهم يصوتوا لنا كمان، لأنه إحنا الشعب الفلسطيني اللي بينفق في أرضه مضللناش وسيلة للنضال غير الوسيلة السياسية. يجب أن نسمع صوتنا بالطريقة السياسية، والطريقة السياسية بتقول إنه نقوي الناس اللي احنا باعتينها على البرلمان من قبلنا، اللي بيمثلونا وبيرفعوا صوتنا. كلها تأهل الانتخابات يوم واحنا دوم. انا افكر كل الاحزاب هي واعية والمسؤولين بالاحزاب انه واعيين. هذا بالنسبة اهم شيء. بالنسبة للتصويت انا يعني المفروض شوي خايف، لانه الناس هيك عندها ملل، مش يعني بنحكي معها اللي تنزل تصوت، فعندن في شيء عنده أجوبة إنه ولا إحنا رايحين نشتغل حتى نرفع نسبة التصويت أعلى ممكن. الانتخابات اللي مرت كان وصلت 50-51%، هاي المرة بنتأمل نوصلها لفوق 60%، وهذا بيكون يعني نصر كبير لكل الوسط العربي. يعني ينزلوا ويرفعوا نسبة التصويت، فإذا ارتفعت نسبة التصويت بيكون في لنا خير بالنسبة للوسط العربي. فالأجواء الساعة 9 صباحا الأجواء هادية. بتأمل إنه بعد الساعة 11 بساعات الظهر الوضع يتحرك والناس تصحى وتيجي تصوت، وهذا إشي مهم جدا إن يجوا يصوتوا.